طيب خليني في اول الفيديو كده اقول لك وبشكل مباشر ان الفيلم ده مثير للاهتمام ولازم يعدي عليك حتى ولو لمره. والفيلم اللي بتكلم عنه النهارده هو فيلم ذا بي كيبر. Everyone, need your attention please. I'm gonna burn this place to the ground. ذا بي كيبر هو فيلم اكشن من بطولة عم الحاج جيسون ستاثام اللي هيجيب لنا احباط هو وجيله كله. توم كروز بقى وكانو ريفز والناس اللي في الخمسينات والستينات دي وعمالين يتنططوا يمين وشمال وانا بنهج وانا طالع دورين على رجلي. يلا الحمد لله. الفيلم ده من اخراج ديفيد اير وبيتكلم الفيلم بسرعه كده عن عميل سابق لمنظمه سريه بيسعى للانتقام من شويه حراميه قدروا ان هم يتسببوا في ضرر كبير جدا لجارته واللي زي ما قال عنها انها الوحيده اللي اهتمت بيه ووفرت له الرعايه بشكل ما. ومعلومه سريعه، فالفيلم لحد دلوقتي محقق 136 مليون دولار في جميع انحاء العالم علشان يكون اعلى ايراد لفيلم لحد النهارده في 2024. وفي المراجعه دي انا هحاول اتكلم عن بعض نقاط القوه والضعف في فيلم ذا بي كيبر، وده طبعا من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق. حبيبي يا شلوك. وخلينا بقى بسرعه نخش على تفصيص الجوانب دي ونبدا بحبكه الفيلم. الحبكه في الفيلم ده بسيطه جدا ومباشره جدا، طول ما انت بتتفرج هتبقى عارف اللي جاي ايه حتى لو كان صعب او غير منطقي. الفيلم سريع جدا في احداثه وده ممكن يعجب ناس كتير، لكن بالتاكيد الفيلم ما فيهوش اي اصاله ومتاثر تماما بافلام كتير زي جون ويك وترانسبورتر، وان كانت الافلام دي كانت اتقل منه من ناحيه عرض افكارها والقصه اللي كانت فيها. ونيجي بقى للشخصيات. حضر لي يا ابن الخرزانه علشان في واحده كده عاوزه يصوح على لا مؤاخذه. ده انت لو شلنا دورك يا بنت كله ورميناه كده من الفيلم خالص والله كان ممكن تقييمه يعلى معايا عن اللي انتهى اليه تقييمي لهذا الفيلم. ان حول الله بتكلم بيه. خليتينا بعبر بالفصحى يا شيخه، حسب الله ونعم الوكيل فيكي. الشخصيات في الغالب في الفيلم ده احاديه الابعاد جدا ونمطيه بشكل كبير باستثناء بطلنا ادم كلاي اللي جسده جيسون ستاثام بكاريزمته المعتاده وحدته وحلاوه وجمال الاكشن اللي قدمه في الفيلم ده وفي السن ده. الفيلم كله مبني على دوافع كلاي وخلفيته الدراميه، لكن اي شخصيات تانية كانت بلا اي تطور لدورهم او فهم الابعاد شخصياتهم حتى لو كان قدامهم الفرصه لاظهار مشاعر مهمه. ما قدرش معظم الممثلين انهم يدونا اي رياكشن عدل على مستوى اللي بيحصل في الفيلم، فبصراحه اتفو. ونيجي بقى للحركه واللي تعتبر اهم نقطه قوه في الفيلم ده واللي هتخليك مشدود طول احداثه وهتخلي الفيلم بالنسبه لك في الاخر هو فيلم كويس. معظم مشاهد القتال واقعيه يا جماعه ومتصممه بشكل حلو يشدك. الفيلم بيستعرض فيه ستاثام براعته ومهارته الجسديه بالاضافه لاستخدامه للاسلحه واي حاجه حطها المخرج في اللوكيشن. اللهم صل على النبي. وزي ما قلت من شويه الحركه تعتبر من اهم نقاط القوه في الفيلم ده. يمكن يبقى فيه مشاهد عنيفه زياده بالنسبه لبعض الناس، لكن ده العادي في النوعيه دي من الافلام. مش هنضرب الناس باستك والبان يعني. اما الموسيقى بقى في الفيلم ده فكانت مناسبه له، ما علقتش معايا حاجه معينه لكن ما كنتش متضايق منها، فما تعتبرش نقطه قوه او ضعف، عاديه يعني. لكن بصراحه انا حسيتها فرصه مهدره، لانك مادام هتقدم لي عمل مشابه لاعمال تانية اتحولت لسلاسل افلام فحاول يكون ليك طابع موسيقي خاص بيك، لان ده هيضيف تقل للعمل، بالذات لو حبيت تحول الفيلم ده لسلسله. هو كمان عندك موسيقى سلسله ميشن امبوسيبل، هي ازاي بقت جزء من الدي ان ايه للسلسله دي وغيرها كتير. فالموسيقى هنا في الفيلم ده زي ما قلت فرصه ما استغلهاش صناع العمل كويس. ونسيبنا بقى من الموسيقى والحبكه والحاجات دي وخلينا نتكلم بعمق شويه عن القضايا اللي بيعكسها فيلم ذا بي كيبر، زي انتشار الجرائم الالكترونيه والاحتيال عبر الانترنت وتعرض اشخاص كتير لعمليات الاحتيال دي واساءته استخدام التكنولوجيا والاثار الاخلاقيه والمعنويه للممارسات دي، واللي ممكن نلخص موضوع الفيلم في نقد العالم الحديث بمشاكله الجديده علينا كبشر بسبب التطور التكنولوجي السريع والمرعب. فهل هيتم ردع بقى الممارسات دي ولا الموضوع هيتفجر اكتر من الوضع الحالي بالفعل؟ في النهايه فهتعتمد اهميه الفيلم او تاثيره على كيفيه تفاعلك انت نفسك كمشاهد معاه ومع الموضوع اللي بيطرحه. ما تحاولش تتفرج على حاجه وتشوفها من خلال اللي بيتم تقديمه بس، حاول تبص على القضيه اللي بيناقشها العمل اللي انت بتتفرج عليه، ولو ما لقيتش يبقى الموضوع كان مجرد تسليه وبس. عموما فاللي بيحب افلام جيسون ستاثام هيحب الفيلم ده وهيفهم النقط اللي انا اتكلمت فيها، لكن ده ما يمنعش ان الفيلم خفيف وسريع وشخصياته كانت ضعيفه وملهاش ابعاد. ورأيي الشخصي الفيلم ذا بي كيبر هو انه فيلم اكشن كويس لكنه مش فيلم مميز يخليك تقف عنده كتير.
وتقييمه له هيكون 6 من 10. وفي النهاية فياريت ما ننساش اخواتنا في دعائنا، وما ننساش كمان اللي في مقدرتنا نعمله علشانهم. قاطع، اتبرع، وعرف اهلك واصحابك وولادك قضية اخواتك. وبس كده، سلام.